السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في سؤال أو استشارة جات لي على البرايفت امبارح، وأنا لقيت إن هي الرد عليها يعني رد ينفع يتعمل فيديو لأنه هيفيد الآخرين في مواضيع البيزنس ادمنستريشن. السؤال عشان أقراه مظبوط تقريبا كان كده، يعني بيقول: عندي مطعم مشويات وممكن ناس تطلب اوردر كبير وبعد كده على اخر لحظة ممكن ما يردوش على التليفون ولا يستلموه ولا يظهروا، فده طبعا بالتالي خسارة للمكان، وانا عايز ادير الموضوع باحترافية. ايه وجهة نظرك؟ ده اللي بعد بيقول لي كده. فطبعا انا يعني الوهلة الاولى يبلغ ان الموضوع سهل، انما قعدت افكر فيه شوية، عشان كده لقيت ان الرد عليه بيحتاج ان احنا نعمل له فيديو الناس التانية تستفيد من الموضوع. اولا الموضوع ده لازم فعلا تكون تحتاط منه جدا، لانه موضوع فيه مشكلة ومشكلة حقيقية. طيب، لقيت لك ان الموضوع ده خد بالك بيجمع ما بين حاجتين: الاوبريشن او ادارة العمليات وادارة العلاقة مع العملاء او CRM كاستمر ريليشن مانجمنت. لخصت لك الموضوع ده في 3 خطوات تقريبا، او هنتكلم فيه 3 حاجات اساسيه في وقت قصير جدا. يعني الحاجه الاولى انك لازم تحدد طبيعه المشكله، وطبيعه المشكله هنا لقينا ان الموضوع ده عباره عن ويست، هدر. انت بتدير الهدر ده حصل في الموارد زي اللحوم او في الوقت او في العماله، وده كان نتيجة عدم التزام العميل باستلام الطلب، لأن العميل ما ظهرش. يعني طلب الأوردر بتاع امبارح أنا ما كملتلكوش السؤال بتاع الراجل، وقال لك طلبوا مني تقريبا أوردر هيتغدوا بيه مجموعة من الأصحاب مع بعض. طبعا كان كباب وكفتة تقريبا واصل ل 8000 جنيه 9000 جنيه. بالنسبة لبعض المحلات دي خسارة كبيرة جدا، يعني لأن هو ما عندوش حد تاني يشيل الأوردر ده. طيب، النقطة الأولى هنحدد طبيعة المشكلة، وطبيعة المشكلة لقينا إن هي ويست أو هدر، والويست كان في اللحوم والفلوس والعماله والوقت واللحمه اللي باظت او اتعملت. طب النقطه رقم 2 او النقطه رقم 1 الاول، تحديد طبيعه المشكله دي في علم الاداره او في البيزنس ادمنستريشن بنحطها تحت نقطتين: ان احنا عندنا مخاطر الانسرتينتي او اللي هي بيتقال عليها عدم اليقين في الطلب. العميل طلب وانا عندي انسرتينتي بالنسبه للطلب ده، مش متاكد اذا كان هيستلمه او لا، وده موجود موجود في كل لحظه وفي كل ساعه وفي كل يوم. طب الحاجه الثانيه وهي الاوبريشنال ريسك او المخاطر التشغيليه. يعني عندنا مخاطر مرتبطه بالتشغيل نفسه، ممكن يحصل مشكله في الاوردر نفسه، وعندنا مشكله ثانيه مرتبطه بالانسرتينتي ان العميل ما ياخدش الطلب، وبالتالي ده المشكله اللي احنا حددناها اللي هي عملت ويست في الاداره، او في اداره الاعمال بتسمى الويست، يعني الهدر. طب النقطه الثانيه اللي انا قلت احطها لك، ان انا حطيت لك شويه حلول احترافيه تدير بيها الموضوع. يعني هو الموضوع هيحصل كتير. طب هو يعني انا في حاجه تخليه انه ما يحصلش؟ لا طبعا ما فيش، انت في السوق وطول الوقت عندك مخاطر، بس انا حاطط لك شويه حلول عمليه امشي عليها عشان تتجنب حدوث الموضوع بكثره او بخسائر كبيره، او نقلل الخسائر شويه بمعنى ادق يعني. طب الحاجه الاولى ايه؟ انا بقول لك دايما اعمل نظام عربون، ديبوزيت سيستم. يعني ايه؟ حط كده، قول انا الاوردر اللي فوق ال 5000 جنيه لو سمحت معلش انا هاخد 10% 20% منه ديبوزيت، ابعتهم لي فودافون كاش، ابعتهم لي انستا باي، مش لازم تيجي حتى المحل وتتعب نفسك، بس عشان ده اوردر كبير ممكن حضرتك ما تستلموش، ودي سياسه المحل. يبقى دي نقطه رقم 1. ليه هتعمل ده؟ لان دي هتقلل الهدر شويه وتقلل الويست، وهتحول الكلام من كلام نظري لدفع مالي او كلام عملي. الناس هتدفع ديبوزيت هتخاف انها تلغي، وهتوضح دايما ان لو حضرتك على اخر لحظه الاوردر اتعمل واتعبى وحضرتك ما ظهرتش وما استلمتوش، لا حضرتك مش هتستلم الديبوزيت تاني. طب دي نقطه. وعشان ما اخوفكش منها، النظام ده متبع في مناطق وفي فنادق وفي اماكن وفي مطاعم راقيه جدا على مستوى العالم، وده بيحافظ على حته الكاش فلو وبيمنع الخطر او بيقلل من حاجه اسمها النو شو ريسك. النو شو ريسك اللي هو بالعربي المخاطر المرتبطه بعدم ظهور العميل، ان العميل ما يستلمش الطلب، ما يستلمش الاوردر، يعني اسمه نو شو ريسك. تمام؟ دي النقطه رقم 1. النقطه رقم 2 اللي عايز حضرتك تعمل لها سياسات واضحه بقى، كلير بوليسيز. حط سياسات واضحه.
حط على الصفحه بتاعتك، حط على المنيو بتاعك ان الاوردر اللي فوق مبلغ كذا مش هيسلم الا بعد دفع عربون. في حاله الالغاء حضرتك يتخصم منك الديبوزيت. طبعا الاوردر ده مش واحد طالب ربع كيلو كفته، انا بتكلم في حاله اوردر كبير يا جماعه، اوردر محتاج تجهيز وهيعمل ويست في 10 كيلو لحمه مثلا، في 5 كيلو لحمه، وانت هتدفع وشغلت فيه العماله 3 4 ساعات كده يعني. ولازم السياسات دي تكون معلنه عشان العميل بتاع حضرتك يبقى عارف قبل ما يطلب، ما يجيش يتفاجئ ان هو هيخسر العربون، او ما يجيش يتفاجئ ان في عربون اصلا. طيب الحاجه الثانيه بعد ما حضرتك حطيت البوليسي دي، او الحاجه الثالثه، احنا قلنا اول حاجه نظام العربون، ثاني حاجه انك انت لازم يكون في سياسه واضحه، ثالث حاجه لازم يبقى عندك حته برضه CRM او كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اداره العلاقه مع العميل. يعني وجهه نظر ان لو عندك عميل قديم او شركه قديمه او عميل مستمر معاك مثلا من 10 سنين وبياخد من عندك وبيطلب اوردرات كبيره وكده كده بيجي يدفع وعمره ما خذلك، لا استثنيه، ما تطبقش عليه الموضوع ده. اطبقه على مين؟ اطبقه على العميل الجديد اللي ما عنده مخاطر انسرتينتي عاليه جدا، يعني الانسرتينتي عدم التاكد بانه يستلم الاوردر ولا لا عاليه جدا، اعمل عليه الموضوع ده. عميل قديم ومحترم وملتزم، لا طبعا استثنيه من النظام عشان ما يزعلش منك، عشان ده عنده ولاء ليك اصلا. تمام كده؟ في عندك بقى كمان حلول تشغيليه للمشكله. يعني ايه؟ المشكله حصلت، طب خلينا بقى نحل. في 5 6 كيلو لحمه اتشووا واتجهزوا بسلطاتهم وجاهزين، ايوه يا فندم قفل تليفونه، نسيبهم يبوظوا؟ طب ما نحاول ننقذ الموقف، بدل ما نخسر المبلغ كله ما نخسر جزء من الموقف. فلاش سيل يا معلم، فلاش سيل على المنطقه اللي انت فيها، ما يكونش منطقه بعيده كمان. يعني ايه فلاش سيل؟ عرض بسرعه على صفحه الفيسبوك، على الواتساب، على العملاء القدامى عندي، والله يا جماعه انا عندي اوردر جاهز للتوصيل خلال ساعه ب4 كيلو كباب وكفته، بدل مثلا الكيلو ب 1000 جنيه الكيلو ديسكاونت ب 600 جنيه. طب انا كده ما انا مش هكسب كتير، بس مش هتخسر كتير، يبقى انا بلحق العمليه قبل ما تتدهور خالص، بدل ما اخسر ال 3 4000 جنيه التكلفه بتوعهم، لا انا بجيب 3 4000 جنيه التكلفه، وعلى الاقل ايه؟ ما خسرتش حاجه، او بحقق هامش ربح بسيط جدا. مختصر الموضوع ده انك انت محتاج تعتمد سياسه العربون للاوردرات الكبيره، محتاج تعلن سياسه واضحه للعميل وتكون واضحه قدامه وشايفها، محتاج انك انت تفرق ما بين عميل قديم وجديد، ما تاخدش العملاء كلهم بذنب بعض طبعا، محتاج انك انت يبقى عندك بدايل في حال خطه بديله لانك تصرف الطلبات دي او تبيعها زي الفلاش سيل في حاله ظهور عمليات زي النو شو، او اللي هي عدم ظهور العميل. العميل ما بيردش على التليفون بعد ما نفذنا الاوردر، العميل وصلت لحد بيته وما بيفتحليش الباب، العميل ما بيردش على التليفون وتليفونه مقفول. الموضوع زي ما انت شفت بسيط جدا هيحصل، ولكن مش كتير. لما هتعمل الخطوات اللي اتفقنا عليها، اذا كان هيحصل في الاول كان بيحصل 20 مره في السنه، دلوقتي هيحصل 10 مرات، بعد ما حطيت ديبوزيت هيبقى يحصل 3 4 مرات بس، ده بالكتير، ومع العملاء القدامى مش هيحصل خالص. وتحياتي لحضرتك، واتمنى ان انا اكون قدمت لك حل ينفع في المشكله، وان شاء الله نستفيد منه كلنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.